احسن شغلانات بارت تايم عشان اللي بيدرسوا في كندا. بص مبدئيا في ناس كتيره كانت بتروح الاول بنزينات وكده، بس الموضوع ده دلوقتي ما بقاش فعال خالص. فالاغلب بيروحوا مثلا يشتغلوا كاشير في وول مارت، كنديان تاير، كوسكو. دي الحاجات اللي متعرف عليها. في ناس لو عندهم مثلا خبره في الميديكال فيلد فبيفضلوا ان هم يكونوا في عيادات ومش بيشتغلوا دكاتره، ولكن بيشتغلوا مثلا ريسبشن. الحاجات دي في نفس الوقت ان هو بيقوي النتوركينج بتاعته. الدكتور بيشوف ان هو شخص شاطر بيتحمل مسؤوليه ولطيف في شغله، بيتعامل مع الناس كويس وكده، فده بيزود لك الكونكشنز ونوعا ما بيدي لك فرصه ان انت في المستقبل ممكن الدكتور ده يشغلك لو انت خلصت معادلتك وكده. الحاجه الثالثه اللي عايز اقولها لك، بص ان هو ايا كان الشغلانه اللي هتلاقيها، سواء بقى انت في محل، في بنزينه، في عياده، ايا كان اشتغل. المهم ان انت ابدا اتعرف على الناس وخد كنديان اكسبيرينس، مش بالمعنى الحرفي بس بمعنى ان انت لما تروح شغلانه بقى كويسه هيسالوا عليك فين، فانت كده عندك ورك ريفرنس. المهم ان انت اتعاملت مع الناس كويس فبقى عندك ارضيه تبدا منها.